بعد الانجاز التاريخي في المونديال ديال قطر جا الوقت للسؤال اللي محير المغاربه كاملين: واش المنتخب المغربي واجد فعلا باش يواجه البرازيل؟ وزيد عليها تصريح من لويس انريكي اللي وصف اشرف حكيمي بالاله المغربيه، وقال بان الوجود ديالو في الملعب كيشبه الوجود ديال 3 لعابه وسط التيران. فواش هذا الجيل عنده ما يكفي باش يصنع المفاجاه الجديده امام واحد من اقوى المنتخبات في العالم؟ مع اقتراب اول مباراه للمغرب في المونديال ديال 2026 النقاش كيزيد بين الجماهير المغربيه. كاين اللي كيشوف بان الاسود واجدين وجاهزين لهذا الانجاز الجديد، وكاين اللي مازال عنده تخوفات قبل مواجهه البرازيل. اول نقطه كتخوف الجماهير هي قوه المنافس البرازيل. البرازيل منتخب مليء بالنجوم وعنده تجربه كبيره في المونديال، واي خطا صغير يقدر يكلف غالبا بالاقصاء. النقطه الثانيه هي الضغط بعد الانجاز التاريخي في المونديال ديال قطر. العالم كامل ولا متابع المغرب، والجماهير ولات كتسنى نتائج اكبر من اللي اي وقت. ولكن في المقابل كاين اسباب كثيره كتخلي المغاربه يحلموا. المنتخب اليوم عنده مجموعه من اللاعبين اللي كيلعبوا في اكبر الانديه الاوروبيه، وعنده روح جماعيه قويه خلاته يبهر العالم في اخر السنوات. وزاد على هذا الشيء خروج لويس انريكي بتصريح اثار ضجه كبيره ملي وصف اشرف حكيمي بالاله المغربيه، وقال بان الوجود ديالو داخل الملعب كيشبه الوجود ديال 3 لعابه. وهذا الكلام ماشي جاي من اي شخص، بل من مدرب عالمي كيعرف القيمه ديال اشرف حكيمي اكثر من اي واحد اخر. المغرب اليوم عنده اسماء قادره تصنع الفارق في اي لحظه، وعنده مدرب عارف شنو كيدير، وعنده شعب كامل كيدعم المنتخب من جميع انحاء العالم. السؤال اللي غيبقى مطروح: واش اسود الاطلس قادرين يبداو المونديال بمفاجاه تاريخيه ضد البرازيل، ولا المباراه غادي تكون اصعب اختيار لهذا الجيل الذهبي؟ كتب لنا في لي كومونتير شحال كتوقع النتيجه ديال المنتخب مع البرازيل.